يعني يمكن من اقرب الناس دلوقتي للكابتن احمد حسام ميدو، سواء جوه الملعب او بره الملعب. يعني لما بيجي يتحرك في اسماعيليه فانت معاه على طول، في القاهره انت بتقابل. يعني بقرب حضرتك للكابتن احمد حسام ميدو تتوقع، وده الكلام ده هيتقال على لسان حضرتك، يعني تتوقع ان هو هيرجع في استقالته؟ تتوقع ده؟ اتوقع هرجع في استقالته، لان هو عمل حاله كويسه في النادي وعمل شغل كبير جدا. وانا قلت له امبارح في تليفون يا كابتن حرام حد تاني يجي كلمته يا كابتن؟ طبعا انا بكلمه على طول. اخر مكالمه تمت امتى؟ امبارح كان الساعه 8 بالليل قبل المحاضره بتاعتنا وقال لي سلمنا على اللعيبه وانا هكلم اللعيبه سعفان وبالتوفيق، وعايز بكره بعد الماتش ما يخلص ابارك لكم. فدي حاجه انا لا ما بص كابتن ميدو دوت حاجه ثانيه خالص. هيرجع النادي هو حسني، لان ميدو تعب في الفرقه دي، واحنا كلنا كجهاز طبي وفني واداري ولاعيبه كلنا تعبنا، ومجلس اداره معسكرات خارجيه 3 معسكرات تعبنا السنه دي بجد. اتمنى ان شاء الله هو يرجع مع كابتن حسني. كابتن حسني قيمه وكابتن كبير وكابتن نادي الاسماعيلي، ان شاء الله ترجع ليه له. وصلت لكده يا كابتن من بخبره حضرتك؟ ما انت عارف وصلت لكده، من في ناس بتفرح في نادي الاسماعيلي، في ناس من الاسماعيلي عايزه، في جبهات تانية بتحارب عايزه الاسماعيلي يقع، مش عايز الاسماعيلي يبقى كويس. من ضمن الحاجات ديت ناس من جوه بلدك. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كلام مهم يا كابتن، وحضرتك اصل انا ما انت عارف انا ما بخافش من حد يا شريف. ناس من جوه بلدك عايزين النادي يتهد. طب ماشي، طيب مش للدرجات دي يعني مستني اي كبوه او اي. مدربين يا كابتن ولا جماهير ولا اطراف؟ بص هنفضل نقول مدربين جماهير صحفيين اعلاميين؟ لا بص، هي مجموعه كده معروفه في اسماعيليه عند كل الناس، معروفه عند الصغير قبل الكبير. يا ريت يهدوا شويه على النادي الاسماعيلي، واتمنى ان شاء الله ان احنا نعمل مباراه كويسه النهارده، نعوض مباراه بتروجيت، لان دي اللي هتفرق معانا ان شاء الله في عوده كابتن ميدو. واتمنى ان شاء الله الناس كلها تقف في المشكله ديت ويحلوها الناس الكبيره في اسماعيليه ان شاء الله. كابتن سعفان والكابتن ميدو، يعني متوقع يكون شايف حضرتك دلوقتي، الكابتن حسني عبد الرب شايف حضرتك دلوقتي، جماهير النادي الاسماعيلي رساله اخيره من حضرتك. انتوا الاثنين قيمه كبيره، وانتوا الاثنين حاجه كبيره للنادي الاسماعيلي ويعني اتفضل. صعبه. تاثر يا كابتن، يعني بس يعني تاثر حضرتك ده ودموع حضرتك، يعني ليه يا كابتن؟ ليه الكابتن سعفان الصغير نشوف الدموع في عينيه في المرحله دي؟ ليه يا كابتن؟ ليه؟ يعني واضح يا كابتن المرحله اللي وصل فيها النادي الاسماعيلي، وحضرتك كنت مبسوط الفتره اللي فاتت، حاسس ان الدنيا وقعت فجاه في النادي يا كابتن؟ لا يعني مفيش حاجه وحشه على النادي، بس انا بدأنا السنه دي كويس. اتمنى ان شاء الله ان احنا نعمل سنه كويسه، لان احنا كان علينا ضغوط برضو، احنا عشان احنا في اسماعيليه بيبقى في ضغوط علينا كتير. الاسماعيليه بيحسها اكتر. بالظبط كده. فاتمنى ان شاء الله عوده كابتن ميدو والكابتن حسني، وان شاء الله ترجع للانتصارات تاني. اوكي شكرا ليك كابتن مدحت. يعني زي ما شفنا الكابتن سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بالفريق الاول لكره القدم بنادي الاسماعيلي، والان عوده من جديد الى الاستوديو التحليلي المباراه.